كيف خدعت قطر منتخب العراق؟ خدعت قطر منتخب العراق في مباراتيهما الشهيرة عام 1982 ببطولة كأس الخليج السادسة في أبو ظبي، عبر استغلال ثغرة قانونية مؤقتة وانشغال الحكم لإدخال لاعب بديل للاعب المطرود مجددا إلى أرض الملعب. الخديعة الكروية جرت بالخطوات التالية: طرد لاعب قطر. شهد الشوط الثاني طرد لاعب من منتخب قطر بالبطاقة الحمراء ليلعب الفريق ب10 لاعبين. إصابة بدنية: سقط أحد لاعبي قطر مصابا على الأرض وتوقف اللعب ودخل الطاقم الطبي لعلاجه. التبديل غير القانوني: استغل مدرب قطر البرازيلي إيفريستو انشغال الحكم واللاعبين بالإصابة، وطلب من اللاعب البديل سمير عباس الدخول فورا إلى الملعب. اللعب ب11 لاعبا، دخل البديل وشغل مكانا في الملعب لتعود قطر وتلعب كاملة العدد 11 لاعبا رغم الطرد. اكتشاف الخدعة: تنبه مدرب العراق عمو بابا واللاعبون البدلاء بعد دقائق إلى وجود زيادة عددية، واحتجوا بغضب لدى الحكم الهولندي الذي أوقف اللعب وأخرج اللاعب الزائد. رغم هذه الحيلة الذكية، فاز منتخب العراق بالمباراة بنتيجة 2-1 قبل أن ينسحب لاحقا من البطولة بأمر رسمي.